وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مرحبا بالصيام، مرحبا بالقوام، مرحبا مرحبا بأهل القرآن، مرحبا مرحبا بأهل الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء، مرحبا بأهل الصدقات. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا على فقه الاعتكاف، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق. ما هو العمل الذي ينبغي للمعتكف أن ينشغل به؟ ينشغل بماذا؟ ينشغل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ينشغل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ينشغل المعتكف بقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ينشغل المعتكف بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ينشغل المعتكف بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وتلاوة القرآن مع التدبر والفهم والدعاء والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. ينشغل المعتكف بالصلاة. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، احذر أن تضيع وقتك في القيل والقال، احذر من الغيبة والنميمة والكذب، فإنها محرمة في غير رمضان، فكيف بتحريمها في رمضان؟ وكيف بتحريمها وأنت في المعتكف؟ وكيف وأنت ضيف على الله جل وعلا في بيته أتجاهر بالمعصية فتقع في كبيرة من الكبائر وهي الغيبة، تقع في كبيرة من الكبائر وهي النميمة، تقع في كبيرة وهي الكذب؟ حاشاك أيها الصائم، أيها المعتكف، أيها الموحد، أيها الحبيب. هذا ما ينبغي أن ينشغل به المعتكف. ثم ماذا؟ أقول: ما الذي يباح للمعتكف؟ المعتكف يباح له إيه؟ يجوز أن يخرج المعتكف من معتكفه لقضاء حاجته. دورة المية عزكم الله يخرج إليها. وكذلك يجوز أن يخرج لشراء الطعام والشراب إذا لم يوجد من يحضر له طعامه وشرابه، جاز له أن يخرج لشرائه. بارك الله فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان عليه الصلاة والسلام يدني رأسه يقربها لعائشة فترجلها أي تمشطها له صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن غرفة عائشة تطل على المسجد النبوي. طيب، ويجوز له الخروج للوضوء والغسل كما يجوز له الوضوء والغسل بالمسجد، ويجوز أن يسرح الشعر ويمشطه لأن ذلك لا ينافي الاعتكاف. كذلك له أن يقلب أظافره وأن ينظف بدنه وما كان على شاكلة ذلك، وله أن يتخذ خيمة في المسجد لتكون معتكفا له. ورخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء لما لا بد منه. يعني مثلا ما فيش حد يخدمه فطالع يشتري ايه؟ يشتري طعام، يشتري شراب، فهذا أمر ضروري ما دام لا يوجد من يقوم بخدمته في ذلك. كذلك أيضا بارك الله فيكم يجوز للمعتكف أن يعقد لنفسه أو يعقد لغيره. نفترض أن المعتكف ده مأذون، فأتى إليه ناس قالوا اعقد لنا عقدا، فيجوز أن يعقد لهم وهو معتكف. ويجوز له أن يتطيب، وإذا طلب للشهادة فلا بأس أن يخرج من المسجد للإدلاء بالشهادة ولا يبطل اعتكافه، وذلك لقول الله تعالى من سورة البقرة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. كما يجوز للمستحاضة، يجوز للمستحاضة أن تعتكف. الله، هو أصلا يجوز للنساء أن يعتكفن؟ نعم إذا أمنت الفتنة. نعم إذا أمنت إيه؟ الفتنة.
وضع تحت كلمة إذا أمنت الفتنة 100 خط. طيب بارك الله فيك. ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة. قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، وهذا ثابت في البخاري. وأما الحائض فهل يجوز أن تعتكف؟ هذه مسألة مبنية، هل يجوز على أن تدخل أن تمكث الحائض في المسجد ولا لا؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم جواز لبث الحائض في المسجد، وبعض أهل العلم كالطبري والبخاري وأبو داود الظاهري والألباني قال بجواز لبث المرأة الحائض في المسجد، فمن قال بجواز ذلك قال بجواز اعتكافها. وأنتم تعلمون أن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد كانت تأتي لها الدورة الشهرية، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج من المسجد أثناء دورتها. أنا عاوز أقول أن دم الاستحاضة دم ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس، فعلى المرأة المستحاضة أن تصلي وأن تصوم، ولها أن يجامعها زوجها، وبالتالي يجوز لها أن تعتكف إذا أمنت الفتنة. وإن زوجة من أمهاتنا أمهات المؤمنين اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في البخاري من كلام الصديقة بنت الصديق. أما مسألة الحائض هل يجوز أن تعتكف التي عليها الدورة الشهرية أم لا يجوز، هذا مبني على جواز لبث الحائض في المسجد وعدم جواز لبثها. فعند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الحائض لا تجوز أن تمكث في المسجد. وأما أبو داود الظاهري وبارك الله فيك والطبري والبخاري والألباني قالوا بجواز ذلك، وبالتالي يجوز لها أن تعتكف وهي حائضة. بارك الله فيكم. وإذا أرادت المرأة أن تعتكف طبعا لابد أن تستأذن زوجها، فإذا لم يكن لها زوج فتستأذن تستأذن وليها. بارك الله فيكم. طيب جزاك الله خير. ايه اللي يبطل الاعتكاف؟ اللي يبطل الاعتكاف الجماع، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو إذا باشر المرأة بشهوة وأنزل، يعني باشر زوجته، فهذا إذا باشرها بشهوة يعني قبلها وضمها فأنزل، هذا يبطل اعتكافه. بارك الله فيك. وبعض أهل العلم كابن المنذر قالوا لا يبطل مطلقا. على كل حال الاعتكاف حبس النفس على طاعة الله، ولا ينبغي أن ينشغل بمثل هذه الأمور الشهوات وكذا. طيب قضاء الاعتكاف، هل الإنسان إذا لم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان يقضي الاعتكاف أم لا يقضيه؟ طبعا هذا سنة تثاب بفعلها ولا تعاقب بتركها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين أنه أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا بالأخبية، هنا خباء وخباء وخباء، فقال: البر يردنا، فأمر بخبائها فقود، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وورد في رواية العشر الأول من شوال. العشر الأول منين؟ من شوال. وفيه دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى، يبقى الاعتكاف سنة ما لم يكن نذرا، ويجوز قضاء هذا النفل استحبابا وليس وجوبا. وبهذا أكون قد أشرت إشارات سريعة حول فقه الاعتكاف، فشكر الله لكم، وإلى لقاء قادم في الغد إن شاء الله. أقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.